الا رجعنا هادي شهر شي شويه اللور غادي نلقاو بان البورصه هبطات ب 12% من البيك ديالها، وهذا الشيء راجع الجاي لزاد اللي دار المظاهرات وخلع شي شويه المستثمرين، وبدا كيبين بان واقيلا الاستقرار السياسي الاجتماعي الاقتصادي اللي كاين في المغرب يقدر يتخربق شي شويه. وبعض الشركات اللي كانت دارت ارقام كبار وكاينه في البورصه الدار البيضاء واللي هي خلات الاسهم يطلعوا بشكل كبير وخلات مازي يطلع بكبير، خافوا بان واقيلا الارقام المستقبليه تقدر تهبط وبداو كيبيعوا. كاين اللي كيبيع بالارباح، كاين اللي كيبيع بالخسائر، المهم تخلق واحد الخوف وهبطات لابورس. من بعد خرجوا جوج ديال الاخبار اللي قاسوا نقولوا الماركت سنتيمنت ديال البورصه، اي المشاعر ديال المستثمرين تحركت شي شويه ورجعات البوزيتيفيتي من بعد ما خرجوا هاد جوج ديال الاخبار. هاد جوج ديال الاخبار هما اللي غادي نهضروا عليهم، كيفاش طلعات لابورس مؤخرا في هاد الايام، بشحال طلعات، شكون هما الشركات اللي طلعوا وعلاش طلعوا. هادشي كامل غتشوفوا في هذا الفيديو. معكم قناه فلوسي كتهضر على فلوسكم وفلوسي. نبغيكم ديروا واحد لايك، واحد جيم، كومونتير زوين او خايب، خذوا راحتكم في كومونتيرات، بارطاجيو هذا الفيديو، غادي يعاون بزاف ديال الناس يفهموا شي شويه في لابورس، وقبل ما يدخلوا يقدروا يتعلموا اشياء اللي تقدر تاثر على الاموال ديالهم في لابورس او اي استثمار كما كان، لان هذا الشيء ما يمكنش يتطبق غير في لابورس، يقدر يتطبق في اي انفستيسمون، خاصه فاش كيكون انعدام الاستقرار او كيكون تحفيز، لان جوج ديال الحوايج وقعوا باش تحركات لابورس، انعدام الاستقرار والتحفيز، واللي غادي نهضروا عليهم اليوم. تابوناو الا مازال ما تابونيتوش ونبداو. اول حاجه الاخوان غادي نرجعوا اللور كما قلنا، وقع المشكل ديال المظاهرات، هبطوا لي زاكسيون من بعد، وغير في هذه الايام بدينا كنشوفوا لابورس كتطلع، وطلعت تقريبا ب 6% في ظرف اسبوع واحد. هاد 6% منين جات؟ من جوج ديال الاشياء. الشيء الاول هو غنسميوه الماركت سنتيمنت، والتفاؤل اللي جا للمارشي عن طريق فوز المغرب بكأس العالم ديال قل من 20 سنه. غادي تقول لي اش جاب هادشي لابورس؟ بطريقه غير مباشره هذا كالما شي شويه الجاي لزاد وخلى شويه ديال التفاؤل يرجع، والتفاؤل دائما كيكون جيد للاقتصاد ماشي غير لابورس. علاش؟ لان الناس اللي كيكونوا متفائلين كيكونوا مستهلكين بشكل كبير وكيكونوا منتجين بشكل كبير. واقتصاديا كاين بزاف ديال البحوثات اللي هضرات على التفاؤل في بلد ما كيعطي اوتوماتيكمون انتاجيه ونمو اقتصادي في المستقبل. بطبيعة الحال كاين بزاف ديال الاشياء اللي نقدروا نهضروا عليها في فيديوهات اخرين، حيت بزاف ديال المغاربه قارنوا المغرب وفوز المغرب بكاس العالم بالارجنتين، وشنو واقع في الاقتصاد الارجنتيني، ورغم ان الارجنتين ربحت كاس العالم. هذا غادي نهضروا عليه من بعد وغادي نوضحوا، لان بزاف ديال الناس ما فهموش واقيلا الدور ديال كره القدم اقتصاديا. اذا هذه من جهه. الحاجه الاولى هو الماركت سنتيمنت، شويه رجعت فيه شويه ديال الروح، لان كما قلنا كاس العالم تحيد شي شويه دوك المظاهرات بشكل كبير بواحد الحده كبيره. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو 14 المليار ديال الدولار اللي غتكون في الميزانيه او مشروع ديال الميزانيه ديال 2026. علاش قلنا مشروع؟ لانه مازال ما داش 100%، باقي ما فوطاوش عليه، اللي غادي تكون فيه 14 المليار ديال الدولار، 140 مليون تنظن ديال الدرهم، غتكون موجهه للتعليم والصحه. وبما انها تكون موجهه للتعليم والصحه كاينين جوج ديال الطرق لابورس غتستافد. الحاجه الاولى على الاقل هذا الجاي لزاد غادي يتكالما شي شويه وما غاديش يخلق لنا عدم الاستقرار. هذه الحاجه الاولى لان تلبات المطالب ديالو. الحاجه الثانيه هو هاد 14 مليار ديال الدولار اللي غادي تدخل الصحه غادي ياخذوها شركات بريفي، يا اما في البناء يا اما في الادويه يا اما في الماتيريال، وغادي نشوفوا شكون هو المستفيد الاكبر من هذا الشيء كامل وكيفاش طلعوا لي زاكسيون الى اخره. غادي نشوفوا هذا الشيء كامل غادي يعطي واحد الدفعه البريفي، خاصه بعض الشركات اللي كاينه في البورصه الدار البيضاء، وهذا اللي خلى عاوتاني ترجع لابورس تطلع. جوج ديال الاشياء ايجابيه حد الان مازال ما فوطاوش عليه، ولكن كنظن بان غادي تفوطا عليه هذا ديال الميزانيه. اذا هذه الدفعه واش تبقى البورصه طالعه بشكل كبير؟ ما كنظنش بانها بقاو دائما طالعين فقط لان كاين هاد جوج ديال التحفيزات. علاش؟ لان كاين شي حوايج اللي هي اورغانيكلي سبيكين غادي تهرس النمو او سرعه الصعود ديال بعض الشركات من ناحيه التقارير ديالها. ولا ما فهمتوش شي حاجه، هادشي الاخوان كنشرحوا بواحد الشكل كبير وواضح في الباتريون. دخلوا الباتريون غتلقاوه في الديسكريبشن، كندير بودكاست كل نهار من غير السبت والحد على البورصه الامريكيه والبورصه الدار البيضاء، وكنجاوب على الاسئله ديال الناس لا في البريفي لا اللي كيكونوا في كومونتير، كنجاوب عليها في لي بودكاست.
حتى الا ما كنتيش عارف لابورس، كاينه واحد الدوره ديال لابورس ديال الدار البيضاء ولابورس ديال الميريكان. الا كنتي ساكن خارج المغرب غادي تلقاها حتى هي في الديسكريبشن، غادي تفيدكم الاخوان بشكل جيد. الا كنتو اول مره غادي تدخلوا لابورس، وبطبيعه الحال كل مره كنزيد فيها فيديو، ماشي دوره محطوطه وسالينا، كل مره كيتزادوا فيديوهات، وكنظن بان هذا الاسبوع غادي نزيد فيديو. رجعوا عاوتاني شكون هما المستفيدين من هذا الصعود ديال مازي. اكبر مستفيد هي الشركه ديال فيسان. الا جينا نشوفوا فيسان بشحال طلعت، شوفوا التشارت طلعت تقريبا ب 14% في اسبوع واحد. علاش طلعت ب 14% هذه الشركه ديال فيسان اللي عاد دخلت لابورس؟ وشنو العلاقه ديالها بشنو واقع دابا حاليا في الاقتصاد المغربي؟ اولا هاد الشركه كتبيع الماتيريال للمستشفيات العموميه والخاصه، وكتبيع ماتيريال اللي عنده علاقه بالطب. المعقول. اذا هاد 14 مليار اللي غادي تمشي للصحه والتعليم، واحد البورسونتاج منها غادي تستافد منه فيسان عن طريق المبيعات اللي غادي دير. واخا هي مبنيه على سبيكولاسيون، توقعات، ما عندناش 100% بان فيسان غادي تربح لي كونطرا، تقدر ما تربحش لي كونطرا ديال الدوله، ولكن بما انها مكلاسيه مع الافضل شركات اللي كتبيع ماتيريال او اي حاجه في المستشفيات، كنظن بانها تقدر تاخذ لي كونطرا. وهذه ماشي غير الظن ديالي الوحيد، بزاف ديال الناس اللي شراو مؤخرا فيسان كيظنوا نفس الفكره. وشخصيا شريت فيسان هذه واحد 3 ايام وقيله ولا في يومين، وبقى كتطلع من نهار شريتها وكتطلع، وبارطاجيت في لي بودكاست في باتريون وقتاش شريتها وشحال شريت. كنظن شريتها دابا راه طالع عندي رابح فيها شي حاجه، ومازال كيبان وقيله السهم غيقدر يطلع، الله اعلم، ما عرفتش انا 100% وشنو غيطرى للسهم على المدى القصير. وبطبيعه الحال هذه ماشي نصيحه، هذا راي شخصي، وكنقول لكم انا شريت لي زاكسيون ديالها، بارطاجيتها مع الناس اللي في الباتريون. كاين البعض اللي شرا واستفد من هذا الصعود. بغيتوا تتعلموا، بغيتوا تعرفوا اشياء جديده على لابورس، دائما الاخوان دخلوا الباتريون، راه كندير لي بودكاست في البلاصه. الا شريت شي حاجه كنبارطاجيها في الكوميونيتي تشات، كنبارطاجيها في لي بودكاست، اي حاجه كتكون جديده كنبارطاجيها. شتي يقولوا ليها ترانسبيرنسي، اي الوضوح. البورتفوي ديالي راه الناس كيشوفوه، اي حاجه كنشريها كنبارطاجيها، ما كنبقاش نقول وما كنبارطاجي والو شنو كندير انايا، كل شيء باين، كاع داكشي اللي كنشري كنبارطاجيه. اذا هادشي اللي خلى فيسان انها تطلع، لانها كتبيع ماتيريال اللي تقدر تستافد من مستشفيات عموميه ومستشفيات حتى في البريفي، لان راكم شفتوا البريفي اكديطال تقريبا واحد 34 مستشفى غادي يتحل في السنوات القريبه. وهاد 34 مستشفى ملي غادي يجيب ماتيريال غادي يجيبوا من شركات اخرى بحال الشكل ديال فيسان. تقدر تكون فيسان خدامه بعض منهم وكاين شركات اخرى، ولكن على الاقل غادي تكون واحد المبيعات عند فيسان، لا في البريفي لا في البيبليك، خاصه في السنوات القادمه. كتبقى سبيكولاسيون لان ما متاكدينش واش غياخذوا دي كونطرا ولا لا، ولكن السهم راه ديجا طلع ب 14% في اسبوع واحد. نبغي الراي ديالكم الاخوان في الكومونتير، واش كتظنوا هذا السهم هذا غادي يمشي بعيد ولا ما غاديش يمشي بعيد، وعلاش؟ كتبوا لي في الكومونتير. كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات اللي على البورصه مره نبقاو نديروهم؟ كتبوا لي حتى في الكومونتير باش نبقاو نديروهم بزاف. سي يو next time.